في التلت الهجومي، يعني بحيث انها لما تتقطع بيلعب واحد ضد واحد يفوت ويحاول يعدي حتى لو اتقطعت مفيش مشكله. انما في التلت الوسطاني اتقطعت منه الكوره مرتين بتخلق، لان بيبقى وضع لعيبه النادي الاهلي في لعيبه مش في وضعها السليم. لما بتبقى هجمه مرتده على النادي الاهلي ممكن تبقى خطيره على النادي الاهلي. عشان كده سعيود محتاج انه امتى يعمل المراوغه، امتى يشوط، امتى يباصي. دي محتاجه خبرات، هو صغير، مع الوقت مع المشاركه مع اللعب مع التوجيه من الجهاز الفني هيبدا يكتسب الجزء اللي مطلوب منه. انما لما عملت مقارنه ان سعيد ينزل مكان ابو تريكه، ده بيلعب باسلوب وده بيلعب باسلوب تاني خالص. حتى لو ادينا الافضليه لابو تريكه في الخبرات وفي المهارات اللي عنده، انما سعيد بمهارات تانيه. سعيد لاعب اشول، ابو تريكه مش اشول. هنا بتفرق كتير ان ابو تريكه يقدر انه يلعب بشماله، انما سعيد من الصعب انه يلعب بيمينه. فهنا اذا في اختلاف في اسلوب اداء كل لعيب. انما مركزين واحد. من الصعب لسعيود انه يلعب تحت راسين الحرب، انا شايفه من الصعب، لان سعيود المراوغه بتاعته اللي بيوجدها واحد ضد واحد